السلام عليكم البنات ومرحبا بكم مرة أخرى في قناتي. اليوم إن شاء الله الفيديو هو فيديو عبارة عن تعريفي، يعني تعريف بنفسي، فيه مجموعة من الأسئلة وأيضا مجموعة من الأجوبة على هذه الأسئلة، وإن شاء الله ينال الإعجاب ديالكم وتعرفوا عليها أيضا أكثر. وهذا هو المغزى من الفيديو، أيضا المغزى من اليوتيوب، باش أنا نكونوا علاقات، نكونوا عائلة وحدة، وأيضا نكونوا صداقات إن شاء الله. وغادي نبدا يعني باول سؤال من هاد الاسئله، وهو الاسم ديالي. انا الاسم ديالي معروف يعني على القناه ديالي في اليوتيوب، وهو فاتن. العمر ديالي 21 سنه. المدينه ديالي يعني المدينه الاصل ديالي هي مدينه الصويره. من بعد مدينه الصويره فانا تنقلت لمدينه تيزنيت، عشت فيها يعني مرحلات كثيره في حياتي، يعني قريت فيها الابتدائي وايضا الاعدادي الثانوي. من بعد يعني تنقلت لمدينه اكادير. مدينة أكادير يعني قريت فيها مرحلة ديال الجامعة، وأيضا تزوجت في مدينة أكادير، والآن استقريت في مدينة أكادير. عدد اللغات، يعني سؤال الآخر وهو عدد اللغات اللي أنا كنتكلم يعني اللغة الأم ديالي وهي اللغة الأمازيغية، ثم كنتكلم اللغة العربية الفصحى اللهجة المغربية، وأيضا كنتكلم اللغة الفرنسية، اللغة الإنجليزية، والقليل من اللغة الإسبانية. السؤال الآخر وهي ما هي الهواية، يعني شنو هي الهواية ديالك؟ الهواية ديالي يعني شحال هادي كانت عندي هواية الرسم، من بعد الآن ولات عندي هواية الطبخ. يعني السؤال الآخر وهو واش نتي مزوجة أو لا؟ نعم أنا متزوجة. السؤال الآخر وهي أشنو كتعملي في حياتك، يعني أش كديري في حياتك، واش خدامة، واش جالسة في الدار؟ أنا الآن يعني جاوب على السؤال، أنا الآن يعني كندرس، مازال في الجامعة، مازال عندي الدراسة في الجامعة، وأنا دايرة تخصص يعني اقتصاد في الجامعة. سؤال آخر وهو أشنا هي الحاجة اللي ندمتي عليها؟ الحاجة الوحيدة اللي أنا ندمت عليها وهي هذا التخصص اللي أنا درته في الدراسة ديالي. يعني ما كانش تخصص يعني صعيب، ولكن الحمد لله الآن تأقلمت يعني مع التخصص، ولا مناسبني أكثر. سؤال آخر وهو واش نتي عصبية؟ انا غادي نجاوب لا، انا ماشي عصبيه، انا ما كنتعصبش بزاف، يعني ما كنتعصبش كاع، قليل ونادر فاش انني غادي نكون معصبه. سؤال اخر وهو اشنو غيرت فيك اليوتيوب؟ اليوتيوب كانت شي حاجه يعني فاش اكتشفت اليوتيوب اول مره وكنشوف ناس كينشروا فيديوهات، كانت عندي حتى انا بغيت ننشر فيديو، ولكن كتبان لي كانها شيء مستحيل انني ننشر فيديو على اليوتيوب، بحكم انه ما عنديش الوسائل، ما عنديش شحال من حاجه. كنشوف فيديو ديال الناس، فيديوهات رائعه، فيديوهات يعني عندهم وسائل، عندهم كاميرات، عندهم اشياء كثيره، يعني خاصني الفلوس، خاصني شحال من حاجه. ولكن العكس، نهار انني قمت بوضع اول فيديو في القناه ديالي، فكان الفيديو جد متواضع، ما فيه حتى شي حاجه يعني اللي هي متميزه ولا اي شيء. والحمد لله الحمد لله الامور غاديه كتطور، وان شاء الله من هنا لقدام نشوفوا الجديد وايضا التطور الرائع. يعني هذه فقط فكره للناس اللي كيقولوا بلي يعني باش يديروا الخطوه الاولى خاصهم شحال من حاجه، فالخطوه الاولى دائما كتبدا بابسط الاشياء، ومن بعد الانسان كيتطور حتى كيلقى يعني راسو راه ولا متميز، وايضا راه عنده الوسائل كثيره. وبالنسبه لهاد الافكار، الناس اللي كتكون عندهم هاد الافكار ديال انه خاصو شحال من حاجه باش يدير خطوه، ما كيقدرش يبدا اي خطوه، يعني هذه مجرد وساوس. وساوس الشيطانية ايضا اللي كتخلينا نبقاو في بلاصتنا، ما كتخليناش نقدروا نتطوروا، ما كتخليناش نديروا خطوه اولى. فتخلى على هاد الافكار وبدا يعني خطوه اولى، رغم يعني الوسائل البسيطه، فالوسائل ليست كل شيء، الفكره هي الاهم. يعني اذا كان عندك فكره ناجحه فاكيد انك غتنجح رغم بساطه الوسائل. السؤال الاخر، الافلام اللي كتعجبك؟ انا الافلام، جميع انواع الافلام كنتفرج فيها وتقدر تعجبني، الافلام الفكاهيه، الافلام الدراميه. فقط اللي ما كيعجبنيش نوع واحد وهي الافلام ديال الرعب، يعني ما كنقدرش نتفرج في افلام الرعب نهائيا. السؤال الاخر وهو اي بلد كتحلمي تمشي ليه؟ انا الان مازال ما عنديش حلم باش انني نمشي لشي بلد خارج المغرب. انا الان باقي عندي حلم انني نمشي لمدن المغرب، يعني شحال من مدينه مغربيه كنحلم اولا كنتمنى اني نزورها ونتجول فيها بزاف.
ويعني حتى نزور المدن المغربيه. ديك الساعه غادي يكون عندي حلم اولا فكره باش انني نزور الدول يعني خارج المغرب، لانني الان يعني ما زرتش بزاف ديال المدن، تقريبا ما زرتش كاع اي مدينه مغربيه، وان شاء الله كنتمنى نمشي للمدن من هنا لقدام ان شاء الله الرحمن الرحيم. والسؤال الاخر وهو ما هي افضل اكله؟ افضل اكله عندي انا وكنظن انها عند كاع المغاربه هي الكسكس المغربي، اللي هو رائع رائع جدا ولذيذ. المهم افضل اكله هي الكسكس المغربي. والسؤال الاخير وهو يعني ما هي اسرار النجاح بالنسبه لي انا؟ اسرار النجاح بالنسبه لي انا سهله جدا، هي الاجتهاد والمثابره. يعني تكون طبيعي وتبدا الخطوه الاولى، لان الخطوه الاولى هي اصعب شيء يعني باش تبدا اي حاجه كتفكر فيها. الخطوه الاولى هي اللي كتكون صعيبه، فقط الا بديتي الخطوه الاولى فانت كتشق طريق نحو النجاح. وكنتمنى لكم جميعا النجاح في الحياه ديالكم، وكنتمنى ان الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش تدعموني بالاشتراك في القناه، وايضا ديروا لي جيم وتخليو التعليق، وما تنساوش ايضا الضغط على الجرس باش توصلوا دائما بجديد القناه. شكرا على المتابعه، الى فيديو قادم باذن الله.